هناك آية انتقدها المشككون والملحدون في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية قالوا ما هو الإعجاز الذي فيها واستهزأوا. سبحان الله، أنا درست هذه الآية على مدى وقت طويل، وخرجت بتوافق عجيب في هذه الآية. الله تعالى جعل تماثلا بين خلق آدم وخلق عيسى. اسم عيسى ذكر في القرآن 25 مرة، واسم آدم ذكر في القرآن 25 مرة. تماثل كامل، سبحان الله. عيسى عليه السلام خلق من روح الله، وآدم خلق من روح الله، نحن نعلم هذا في القرآن. آدم نزل من السماء، وعيسى سينزل من السماء في آخر الزمن. تماثل، سبحان الله، كله تماثل. وآدم خلق بمعجزة، فهو جاء من غير أب ومن غير أم، وعيسى عليه السلام خلق بمعجزة جاء من غير أب. حتى عندما قمنا بوضع الآيات 25 التي ذكر فيها اسم آدم، والآيات 25 التي ذكر فيها اسم عيسى، ورتبناها في عمودين، قرأنا الآيات التي ذكر فيها اسم آدم، نجد أين تقع الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. رقمها 7 في تكرار اسم عيسى، في تكرار اسم آدم. الآن نضع الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى 25، ونبحث عن الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نجدها رقم 7 أيضا. تماثل. الآية الوحيدة التي ذكرت اسم عيسى وآدم هي هذه الآية، لا توجد غيرها في القرآن. الله تعالى وضع الآية رقم 7 هي ذاتها هنا وهنا في ترتيب ذكر كلمات عيسى في القرآن وكلمات آدم في القرآن. لماذا رقم 7؟ اسم عيسى يتألف من 4 أحرف، واسم آدم 3 أحرف، المجموع كم؟ 7. اسم عيسى واسم آدم 7. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 7 كلمات. سبحان الله. طيب، عبارة مثل عيسى مثل 3 وعيسى 4، 7 أحرف. كمثل آدم، كمثل آدم 7. طيب، كن فيكون 7، كن حرفان، فيكون 5، 7. الآن كم آية في القرآن، مجموع الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى واسم آدم في القرآن كله؟ اسم عيسى قلنا 25 واسم آدم 25، ولكن هناك آية مشتركة بينهما. إذن المجموع 49 آية. ماذا يساوي العدد 49؟ 7 في 7. لذلك الله تعالى ذكر سورة الفاتحة أول سورة وأعظم سورة في القرآن، سماها السبع المثاني. السبع المثاني، قال تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. اسم الله تعالى في سورة الفاتحة، يعني الله تعالى عندما رتب هذه السورة وأنزلها وأحكم بناءها، كم حرف من حروف اللغة استخدم؟ حروف اللغة 28 حرفا، 7 في 4. هناك 7 أحرف غير مستخدمة في سورة الفاتحة، والحروف المستعملة في بناء سورة الفاتحة هي 21 حرفا، 7 في 3. إذن كله يقوم على رقم 7. وسورة الفاتحة هي 7 آيات أيضا. السورة 7 آيات، والله تعالى يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني عن الفاتحة. الآن المفاجأة حروف اسم الله، يعني الله تعالى اختار لحروف اسمه من اللغة 3 أحرف: الألف، اللام، الهاء.
اللام مكررة طبعا، ولكن الحروف الأبجدية أو الألف بائية التي اختارها الله تعالى لاسمه العظيم هي 3: ألف لام هاء. طيب كيف رتب هذه الحروف في سورة الفاتحة 7 المثاني؟ لو قمنا بعد حرف الألف كم مرة ذكر في سورة الفاتحة؟ 22 مرة. حرف اللام 22 وحرف الهاء 5، المجموع 49 حرفا، 7 في 7. يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول لك أيها الملحد: لقد أنزلت لك سورة هي 7 المثاني، وهي أول سورة في القرآن، وجعلتها 7 آيات و7 حروف من اللغة لم أستخدمها، واستخدمت 21 حرفا من اللغة، 7 في 3، وجعلت حروف اسم الله ألف لام هاء تتكرر 49 مرة، 7 في 7. ألا يشهد هذا على أن الذي أنزل هذه 7 المثاني هو خالق السماوات ال7 سبحانه وتعالى؟